السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. هنعمل مع بعض فطار كده، تمام؟ يوم ال 24 من رمضان. كل عام وانتم بخير. والله لسه بدري يا شهر الصيام. دلوقتي بقى طلعت عيش، الايام بتجري والله. طلعت عيش كده ايه من الفريزر، تمام؟ وهنحطه في الفرن. ومعايا علبه بلوفيف. جبت العلبة البلوفيف دي بقى ايه ب100 جنيه بس. البلوفيف دي نضيفة حلوة. وجايبة 5 بيضات، تمام؟ ايه هنحطهم على البلوفيف. ومعايا بطاطس نقعتها في مية بخل. طبعا الزيت على النار اهو بيقدح. ومعايا مكعب من الزبدة وشوية زيت صغيرين حطاهم عشان انزل بالبلوفيف بتاعي اسيحه في حتة الزبدة. وهنحط البيض، تمام؟ ايه فطار كده سهل وبسيط، تمام؟ قلت النهارده عشان كنت في مشاوير، فايه قلت ايه ارجع اعمل فطار كده سهل وسريع، تمام؟ اتمنى كده تدعميني كده باللايك لو كان عجبتك. حطيت البطاطس خلاص، تمام؟ الطاسه دي بقى ايه بخليها للقليه والحاجات دي. ودي هحط فيها هعمل فيها البلوفيف. طبعا انا ايه فكيت البلوفيف كله وهعمله بالشوكه كده وانزل عليه بالسمنه وهسيحه شويه في السمنه. وبعد كده احط البيض، تمام؟ احط شويه فلفل اسود. ايه حطيت 5 بيضات. وحطيت شويه فلفل اسود وملح ونضربهم بالمضرب ونحطهم مع البلوفيف. تنفع وجبه فطار سحور جميله، تمام؟ بس احنا عملناها ايه في الفطار المره دي بقى جنبها بطاطس محمره زي الفل وشويه ترشي وزي الفل. بس البطاطس عفوا بتتقلي. هنحط بقى البلوفيف بتاعنا، البيض بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه اتمنى كده دعمكم كده باللايك. دعموني كده يا احلى اخوات في الدنيا. عايزه القناه تكبر بيكم، واللي بيشاهد والنبي من غير ما يشاهد لي يحط لايك. حط لي لايك كده ودعموني كده. عايزه القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. اللي يشاهد لي كده يحط لي لايك كده حلو ويعلق لي كومنت حلو زيه كده ان شاء الله. عملت البيض بالبلوفيف اهو. والبطاطس اهي خلاص. وهحط الايه البطاطس، تمام؟ والاذان هيأذن خلاص. بصوا عملت البلوفيف، سندوتشات البلوفيف بالبيض اهي، تمام؟ والصوبيا هي العصير والتمر هندي. واتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جبنا بقى الحاجه ساقعه. ودي كنافه بقى ايه كنت جايباها من بره كده بالمانجا والاستفندي. واتمنى كده كنافه كده حلوه كده اللي هي المبرومه دي. اتمنى كده تدعميني كده باللايك عشان يوصلك اي جديد انا منزله في قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.